أهلا بك، الله يسلمك إن شاء الله، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع يا رب. اليوم المباراة النهائية، المدير بطلا الأواكس وصيف، كيف شفت نجاح البطولة والمباراة النهائية تحديدا؟ والله هو مو جديد على الأستاذ عبد العزيز المدي بصراحة. التنظيم هذا مو جديد عليه، فما شاء الله عليه من الأشخاص اللي بصراحة بيحيوا شهر رمضان، ودائما بصراحة هو بيعمل الأفضل، وشيء يشكر عليه يعني للمجهود اللي بيعمله يعني. أستاذ ماجد شعبان، تواجدك الدائم والمتابعة الدائمة، ايش اللي اختلف وايش اللي صار وايش اللي تغير ما بين كرة زمان الحلوة على زمن نقول ايام الطيبين الى وصولا للايام هذه اللي في كرة القدم اعتقد اختلفت، لكن ما ادري هي اللي فوق ولا اللي تحت. هو الاحتراف اللي اختلف، لكن تحس العكس. زمان كانوا بيلعبوا كورة هو وكأنهم محترفين، والآن بينظروا للمادة محترفين، لكن ما في اهتمام من اللعيبة إن كان حتى على مستوى الأندية كأنهم هواة يعني للأسف. بس أنا حابب أنوه يعني شيء بالنسبة للأستاذ عبد العزيز المدي. يعني أنا بستغرب يعني شخص زي الأستاذ عبد العزيز بيعمل مجهود كبير لإحياء الرياضة وشباب الكورة يعني بمنطقة جدة، والدورة الرئيسية اللي هو بيعملها يعني بينزلوا من المدينة المنورة وأحياء جدة ومن الطائف ومن مكة المكرمة، وتستغرب إنه بيحارب. يعني المفروض الراجل هذا نكون يعني بجنبه ونسنده ونوقف معاه وندعمه، لكن يعني أنا بستغرب بسمع إنه الرابطة الأحياء وقفوا له نوعا ما من الدورة اللي راحت، ويعني شيء غريب. فأنا صراحة مستغرب زي الكل اللي مستغربين إنه كيف واحد بيدعم الرياضة بدل ما توقف جنبه وتدعمه، إنه تحصل يعني في إشكاليات بيتلككوا له فيها علشان يوقفوا له دورة المدي تعتبر بكل أمانة أفضل دورة رقم واحد، أفضل من دورة البنك الأهلي اللي الماديات طغت فيها على المستوى. يعني تشوف الاشتراك في دورة البنك الأهلي مبالغ خيالية، الأستاذ عبد العزيز مبالغ رمزية، بدل ما يعني نأسف إنه ما يكون في دعم له، فشيء صراحة غريب. بدون ما أقطع كلامك، بدون ما نقارن في بطولة الطازج، وأتمنى أيضا أنه تحل الأمور وتعود بطولة المدي، وإن شاء الله الرابطة موجودة للإصلاح بإذن الله. إن شاء الله إحنا نقول إن شاء الله بالعكس يعني، وإن شاء الله يعني نوقف يعني جنبه ندعمه ونحل له أي مشاكل قدر ما نقدر. سمو الأمير محمد بن خالد اللي هو رئيس أعضاء شرف نادي النصر بالمنطقة الغربية، يا أخي هو من الداعمين للرياضة لحواري وأحياء جدة، فهو مستعد كمان إنه يدعم الأستاذ عبد العزيز بأي شيء ممكن مع الرابطة، وإحنا كلنا حندعم الأستاذ عبد العزيز لأنه يستاهل إنك هو واللي زيه إنه توقف معاه. والقرار الجديد اللي نزل بأنه بالمواليد، يعني هذا الشيء، هذه فرصة طيبة بالعكس إنه يكونوا في متابعين، ونستغل الفرصة هذه. لعيبة مميزين ممكن يضافوا للأندية الدرجة الأولى والدرجة الثانية. مثال للشيء هذا زي فريق ميلان، الأستاذ الكابتن ولي يستاهل برضو من الفرق اللي تدعمها ليه، لأنه ما شاء الله عليه فريق دائما متكامل، ما يعتمد لا على عنصر ولا عنصرين. فاللي بيتابع الفرق اللي زي ميلان والكابتن ولي حتلقى خامات نقدر نستفيد منها في أندية الدرجة الأولى والثانية. يعطيك العافية أستاذ ماجد، تشرفنا بهذا اللقاء، أتمنى نلتقي في أقرب فرصة. شكرا لك. العفو، الله يسلمك، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.